حنا اليوم بصدد تنظيم تظاهرة دولية في رياضة الملاكمة الفرنسية الصافات بين منتخب عصبة جهاد ضرب داسطات والمنتخب الفرنسي. ولله الحمد هاد الأمسية عرفت واحد مشاركة كثيفة وواحد عدد ديال الجماهير اللي حج لهاد القاعة باش يشوف هاد الملاكمة الفرنسية الصافات. ربما غادي نقدر نقول لأول مرة تلعبت تظاهرة دولية في المغرب بهذا الشكل، وهاد الرياضة نالت الإعجاب ديال واحد المجموعة، والحمد لله المغاربة ديالنا قارعوا الناس ديال هاد الرياضة، لأن الملاكمة الفرنسية الصافات والناس اللي لعبنا معاهم حنا ديال لا فرنسا. إذا كنتمنى التوفيق في قادم النزالات إن شاء الله المنتخب ديالنا اللي هو المنتخب الوطني باش يدير بلاصتو ان شاء الله مستقبلا ضمن الكبار، وراه هو دائما مع الكبار. وشكرا لكم. واليوم كنتواجدوا في هاد القاعه هذه، يعني في هاد الدوري اللي كيجمع بين منتخب فرنسا مع منتخب جهة الدار البيضاء السطات. وبما انني انا كنت تعتبر اول بطله عربيه افريقيه كتفوز بلقب بطوله العالم في رياضه الصافات، ويعني بطله عالميه سابقه، تبارك الله تيبان كان المستوى ممتاز جد ممتاز، وتفوق الابطال ديال الجهه مع المنتخب ديال فرنسا. ونتمناو ان شاء الله يكونوا بزاف الملتقيات بحال هكا باش هكا يطلع المستوى ديال المنتخب المغربي ديالنا كامل، والله يسر امور. الحمد لله. كنبغيو نشكروا المسيو لو بريزيدون خالد القنديلي على هاد التظاهره ديال الصافات. كتجربه اول مره، الحمد لله كلشي داز مزيان، الاجواء كانت زوينه. كنبغي نشكر الاستاذ كرماوي اللي ورانا بزاف ديال لي تكنيك باش نخدموا بهم في هاد التظاهره. كنبغي نشكر مدام لا ديريكتريس بشرى امزيل، وكنبغي نشكر الاستاذ ديالي اللي ديما واقف معايا ومساندني، وشكرا.